بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بكم أيها الإخوة. ويسرني أن أرحب باسمكم بالعلامة الذي أحببتموه، صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي شعراوي. مرحبا بأستاذنا الكريم وأهلا وسهلا. يسرنا أن يكون موضوع هذه الندوة معالجا لشبهات ومجيبا عن أسئلة ما أكثر ما يرددها الإخوة المشاهدون وهم يتحدثون عن القضاء والقدر. ترى كيف نوفق بين هذه الآيات التي تسند الهداية إلى الله أو تسندها إلى الإنسان؟ ترى هل كانت عقيدة القضاء والقدر سببا في تخلف المسلمين؟ وما هو هذا المبرر الذي يتخذه المنحرفون وأهل المعاصي مبررا لمعاصيهم، أن يقولوا كتبها الله علينا، وحين يكتب لنا أن نتوب نتوب، مبرئين أنفسهم من المسؤولية؟ فضيلة الأستاذ يجلي لنا هذه الشبهات ويجيب عن هذه الأسئلة. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله الذي جعل من أركان الإسلام أن نؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره. وبعد، فهذا الموضوع موضوع دقيق حتى على العلماء الذين عالجوه، ولذلك نجد الجدل حوله في كل عصر من العصور بعد عصر الصحابة. والحق أن هذا الموضوع يجب أن يسبق بحثه تقديم بسيط للإنسان الذي نريد أن نحكم عليه بأنه مسير بقضاء وقدر أم مخير، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن نتصور أولا ذلك الإنسان الذي نريد أن نحكم عليه. وحين تنشأ مشكلة من المشكلات، مثلا هل الإنسان مسير أم مخير، تلك مشكلة، والمشكلة لا تنشأ إلا إذا وجدت ظواهر تؤيد جهة وظواهر أخرى تؤيد جهة أخرى. فمثلا إذا قال إنسان أنا لا أستطيع أن أحكم على فلان أهو كريم أم بخيل، لا شك أنه لو رأى كل تصرفات فلان كرما لما نشأت فكرة أم هو بخيل، ولو كانت كل تصرفاته بخلا لما نشأت مشكلة أم هو كريم. وعلى هذا ينشأ تقسيم للفعل. الفعل فعل يقع في، وفعل يقع علي، وفعل يقع مني. فمنطقة فعل يقع في كعمل أجهزتي، كل ذلك لا اختيار لي فيه أبدا. أنا مسخر، أنا مسخر، أنا مخير، أنا مجبر فيها، ومن رحمة الله أن أكون كذلك. إذن فكل فعل يقع في الإنسان مسير فيه، والفعل الذي يقع على الإنسان من خارجه أيضا مسير فيه، لا اختيار له فيه. ولذلك كان هذان الفعلان ليس مناط تكليف وليس محل مسؤولية، لأنه لا اختيار للإنسان فيها. فالإنسان يمرض، الإنسان يخفق قلبه، الإنسان يصفر لونه، الإنسان يتعطل جهاز من أجهزته، كل ذلك لا دخل للإنسان فيه، لأنه فعل يقع فيه بفاعل آخر. كذلك الفعل يقع عليه من خارج أيضا لا اختيار لي فيه، ذلك أيضا محل التسيير. إذن فالفعل الذي يقع فيه والفعل الذي يقع علي تلك هي منطقة التسيير. وأما الفعل الذي يقع مني بمعنى أن أوجه إرادتي إلى فعل أفعله أو لا أفعله، ثم يرجح فكري الفعل أو اللا فعل، تلك هي منطقة الاختيار. فالذي يقول الإنسان مجبر على إطلاقه يكون قد أخطأ في معرفة تكوين الإنسان، والذي يقول الإنسان مسير على إطلاقه يكون قد أخطأ في معرفة
صفة تكوين الإنسان. إذن فلا بد أن يكون في الإنسان منطقة تسيير ومنطقة تخيير. منطقة التخيير هي مناط التكليف دائمة. إذن فيجب أن نفهم أن الفعل الذي يقع فيه والفعل الذي يقع عليه ذلك هو منطقة الجبر. ومن رحمة الله كما قلنا أن نكون مجبرين، لأننا لا نستطيع أن نعالج أمور حياتنا التي لا نعرف عنها شيئا، وخصوصا قبل أن يكون لنا عقل أو قبل أن ينضج ذلك العقل. منطقة الاختيار هذه وهي منطقة التكليف يحكمها قانون. ذلك القانون خاص بالمتدين، وهو الذي يتلقى نظام حركته من منهج السماء: افعل كذا ولا تفعل كذا. لو أن الإنسان غير صالح للفعل لما قال الله له افعل، ولو أنه غير صالح لئلا يفعل لما قال له الله لا تفعل. إذن فتوجيه أمر من الله بفعل وتوجيه نهي من الله بلا تفعل دليل على أن الله قضى وقدر لذلك الإنسان لونا من الاختيار في منطقة فكره ومنطقة عقله ومنطقة تكليفه. فاختيار الإنسان لا يعني أنه خرج من القضاء ولا خرج من القدر، لأن الذي قضى عليه وقدر أن يكون مسخرا في كذا قضى أيضا وقدر أن يكون مخيرا في كذا. فأي فعل يقع منه لا يكون خارجا عن منطقة القضاء ولا عن منطقة القدر. جميل. العلماء حينما استقبلوا هذه المسألة استقبلوها بتطرف. هذا التطرف إن أحسننا الظن كان يجنح دائما إلى تقوية مركز صفة من صفات الله. فالذين قالوا بأن الإنسان مجبر أرادوا أن يقولوا إن الله هو القادر على كل شيء ولا يمكن أن يحدث فعل إلا به. إذن فالإنسان مجبر ليثبتوا لله كمال القدرة وكمال الهيمنة على تصرفات الإنسان، وأن الإنسان غير منفلت من قانون الله. نقول لهم صدقتم، ولكنكم حين تقولون ذلك تجورون على صفة أخرى. هذه الصفة الأخرى أيضا لله، وكما تحمستم للقدرة والقيومية لله يجب أن تتحمسوا لصفة الله الأخرى، وهي أن الله من صفاته أنه عادل. فلا تجعلوا التحيز لصفة من صفات الله سببا من الأسباب التي تدعو إلى التحيف على صفة أخرى من صفات الله. فيجب أن نأخذ صفات الله جميعا جملة واحدة، بحيث لا تأخذ صفة مجالها لتدع صفة أخرى، وإلا تعطلت صفة من صفات الله. فإن كنتم قد تحيزتم لصفة القدرة والقيومية وأن الكون كله في قبضة الله لا يشذ شيء عنه، نعم صدقتم في هذا، ولكن صفة العدل تخليتم عنها وتخليتم عن مجالها. وصفة العدل تقتضي أن الله لا يعذب على معصية إلا إذا كان قد قدر وقضى للعبد اختيارا في أن يفعل أو لا يفعل. وحين نجد أنه خلقه مختارا في أن يفعل أو لا يفعل نجده أيضا في صفة القدرة وصفة القيومية. إذن تلك المنطقة تعطي لكل صفة من صفات الله مجالها، فالقدرة باقية والقيومية باقية والعدل أيضا موجود. أما أن تحكموا لصفة على حساب صفة أخرى فذلك لا يصح أبدا. والذين تحيزوا وقالوا الإنسان مخير تحيزوا لصفة العدل في الله، ولكنهم لم يتحيزوا لصفة القدرة. إذن فوجب على هؤلاء أن يتراجعوا ووجب على هؤلاء أن يتراجعوا، والتراجع في طرفي النقيض لا بد أن يتواجها معا لا يتدابرا. فإذا كان إنسان في طرف طريق وإنسان آخر في طرف طريق آخر إذا تدابرا ابتعد، وأما إذا تقابل التقي. فتنازل يا صاحب الجبر عن موقفه، وتنازل يا صاحب التخيير عن موقفه، حتى تلتقي في منتصف الطريق التقاء يحقق للقدرة وللقيومية مجالها ويحقق للعدل أيضا مجاله. ذلك هو الرأي الوسط الذي يجمع بين حقيقة الإنسان بالنسبة للقضاء وللقدر. ولقد تطرف القائلون بالجبر
الطائفة الذي يسميها علماء الكلام الطائفة الجبرية، حتى قالت إن الإنسان أنف، والله حتى لا يعلم ما يصنعه الإنسان إلا بعد أن يحصل من الإنسان. واستدلوا على ذلك بأشياء ما أوهن الاستدلال بها. فمثلا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فكأن الله وجهنا إلى القبلة ليعلم من يتبع الرسول ممن انقلب على عقبيه، فلكأنه لو لم يوجه ولو لم يجدنا لم يعلم. إذن فعلة التوجه ليعلم، فقالوا إذن فعلمه غير موجود بدليل أنه فعل ليعلم. نقول لهم فاتكم شيء يا قوم، هناك فرق بين علم الخبر وعلم الاختبار. علم الخبر يكون من المتكلم، وعلم الاختبار يكون من المخاطب. كيف هذا؟ إذا جاء أستاذ من الأساتذة ويعلم طلابه بممارسته لهم طيلة العام، وجاء عميد الكلية وقال له ما رأيك في طلابك؟ قال رأيي في طلابي أن منهم مجتهدون ومنهم كذا، وأنا أستطيع أن أضع لك كشفا يحقق مستوياتهم بل ويحقق درجاتهم في علومهم. فيفعل الأستاذ ذلك، وبعد ذلك لا يثق الناظر في مثل ذلك الكلام. بعد ذلك يأتي بعمل امتحان لا يشترك فيه الأستاذ، فتأتي النتيجة على وفق ما قدر الأستاذ. لماذا؟ لأن تقدير الأستاذ كان تقديرا دقيقا، فهو حين أخبر أيده اختبار التلاميذ. الاختبار لو لم يأتي لقال تلميذ من التلاميذ مثلا أنت حكمت علي بعملي طيلة السنة، ولكني جئت في آخر السنة واجتهدت واستحضرت مدرسين خصوصيين وتقويت، فلو اختبرتني لأمكن أن ترى لي درجة فوق الدرجة التي قدرتها لي. فنقول له ادخل الامتحان، فدخل الامتحان، فلما دخل الامتحان جاءت درجته كما قدر الأستاذ، لكن حكم عليه هو بالاختبار، لا يستطيع أن يدفع ذلك ويقول الأستاذ تحامل عليه وأعطاني درجة. يقول لا، الأستاذ لم يمسك يدك ساعة كتبت الإجابة، الأستاذ لم يشترك في وضع الأسئلة، الأستاذ لم يشترك في تقدير الدرجات، ولكن تقدير الأستاذ كان حقيقيا لأنه تقدير مستند إلى أشياء ومقدمات بلا هوى. فيكون هنا الحكم الثاني حكم اختبار من المكلف، حجة عليه، لأن حكم الخبر قد لا يكون حجة بحيث يقول لو امتحنتني لظفرت بكذا، ولا هذا أنا امتحنتك. إذن فالذي يريد أن يعلمه الله ليس هو علم الخبر، ولكن قطع الحجة على المختبر، لأنه لو ترك ذلك لعلمه سبحانه لما كان هناك حجة على المختبر. يقول لو كلفتني لفعلت، نقول له لا، قد كلفتك بالفعل فلم تفعل. إذن ففرق بين علم الاختبار وبين علم الخبر. إذا أردنا أن نبحث هذه المسألة نجد أن المسألة حين تطرح سؤالا من شق واحد. هذا الشق الواحد يدل على أن الحكم موجه أو الحكم تبريري، بمعنى أننا نسمع الشباب الذين أسرفوا على أنفسهم يقولون إذا كان الله قد كتب علي المعصية فلماذا يعذبني عليها؟ كلام جميل، ولكننا لم نسمع الطرف المقابل، لم يقل لنا وإذا كان الله قد كتب علي الطاعة فلماذا يسيبني عليه؟ لماذا ذكرت هذه ونسيت هذه؟ إنك نسيت ما يعطيك الغنم، يسيبني على الطاعة ده كلام طيب وقدرها، أما أن يعذبني على المعصية هذا هو المسؤول، لأنها تأتي لك بغرب. ولو كنت منطقي وتريد أن تبحث المسألة بحثا عقليا منطقيا لقلت إذا كان الله قد كتب المعصية فلماذا يعذبني، وإذا كان قد كتب الطاعة فلماذا يسيبني؟ لم نسمع ذلك من أحد. إذن فالحق يجب أن يتبع في أن الإنسان له زوايا متعددة. الخطأ في الحكم ينشأ من استيعاب الحكم لكل الزوايا، فالذين يقولون إنه مسير استوعبوا كل زواياه ولم يستثنوا منطقة التعقل ومنطقة الفكر، والذين قالوا بالعكس لم يستوعبوا أيضا كل زواياه. أما الذين يقولون إن الإسلام سبب تخلفه إن نؤمن بالقضاء والقدر، نقول لهم متى تخلف الإسلام؟ لو أن التخلف لازمة من لوازم الإسلام لما وجد للإسلام تقدم ولا ما وجد للإسلام واقع حضاري.